النادي الاهلي بيختم اليوم بكأس سوبر جديدة بينضاف لل 12 سوبر اللي عنده، ليصبح النادي الاهلي 13 كأس سوبر مصرية، بينضاف لارقامه التاريخية قدام منافس قوي بيراميدز. رغم ان الفريق مصنوع من اجل النادي الاهلي، لكن بيثبت ان هو فريق قوي وعايز دايما يبقى منافس على البطولات. بيراميدز بيقدم مباراة في كأس السوبر لغاية الدقيقة 120 بركلة جزاء لعلي معلول في الدقيقة 92، ليصبح النادي الأهلي بطل هذه الليلة. على الجانب الآخر مدرب نادي بيراميدز شيكو اللي بيخسر ثالث نهائي أمام النادي الأهلي، لكن تصريحاته بعد مباراة اليوم تدل إن الراجل أصبح بقى عنده عقدة من النادي الأهلي. لكن رغم كل دوت الأهلي الليلة عنده عيد وبيحتفل بكأس السوبر ال 13 على حساب بيراميدز في الإمارات وسط أجواء كانت أكتر من روعة، والاستاد كله كان جماهير أهلي، رغم تشجيع بعض الإعلاميين في مصر لذهاب جماهير الزمالك لتشجيع نادي بيراميدز.